أهلا بيكم حبايبي النهاردة في فيديو جديد. لكن النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف جدا. هنخرج بقى بره المطبخ والطبيخ والحر والكلام ده كله، ونروح كده منتجع جميل جدا في اسكندرية اسمه سانت ماريا. جميل جدا، في جناين، في حمام سباحة، كمان في حديقة حيوان، في مراجيح ولعب للأطفال، في جناين. جميل جدا، هنتجول فيه كده مع بعض ونشوف الأماكن الجميلة. طبعا أي حد في اسكندرية عارف أنا بتكلم على إيه، وأكيد راحوا وشافوا كده. طبعا حمام السباحة فيه للأطفال فيه للكبار. نزلنا حمام السباحة كده وقعدنا نبلبط كده ونسير الدنيا. كمان هنشوي كده فراخ على الفحم، وهناكل سمك ونتبسط، وهنقضي يومين 3 كده وننسى فيهم المطبخ والحر والكلام ده كله. هنا ولادي بيلعبوا على ترابيزة البلياردو. دي بنتي وجوزها. طبعا رحنا كلنا اتبسطنا، قعدنا 3 أيام، بجد 3 أيام من أجمل 3 أيام في حياتي. كانوا 3 أيام جمال جدا، فحبيت أفرجكم وأوريكم نبذة كده بسيطة. وأتمنى كلكم إن انتوا تغيروا جو كده وتفصلوا كده عن المطبخ وعن الروتين بتاع كل يوم، تجددوا نشاطكم كده. ده حمام السباحة اللي بتاع الكبار، نزلنا بقى وبلبطنا فيه، وآخر جمال زي ما انتوا شايفين. هنا كان لسه ما اتملاش، يا دوبك كان لسه كام نفر بس. طبعا الأماكن دي بتبقى مليانة من الناس طفشانة من الحر، فبجد بيبقى حاجة لذيذة جدا. زي ما انتوا شايفين كده الناس بقى بتبلبط كده وناسية الدنيا واللي فيها ومستمتعة. كمان هنروح برضو حديقة حيوان، وفي مراجيح وحاجات للأطفال زي ما قلتلكوا، وهنشوي كده الفراخ على الفحم. تبلنا الفراخ بس أنا ما صورتهاش عشان احنا عملناها في القناة كتير. وكمان كان سمك بالوميتة كان نفسي فيه من زمان، وكمان سمك شبار مقلي وبوري مشوي زي ما انتوا شايفين كده. وتمام حاجة كده تفتح النفس زي ما قلتلكوا. أتمنى إن انتوا تروحوا المنتجع ده لو بإيديكوا وقريب عليكوا، وتروحوا تستمتعوا وتغيروا جو. بس كده حبايبي.